وفجأة بيظهر حصان سحري في المية بيحاول يغرقها، لكن إلسا بتحاول تهرب منه، وساعتها بتكتشف إن الحصان ده يبقى عنصر المية، وإنه متجسد على هيئة حصان مائي وبيحمي حدود النهر من أي دخيل. فبتستخدم إلسا قوتها وبتعمل حبل وبتركب فوق الحصان علشان تحاول تروضه، وبالفعل بتنجح وبتجري بالحصان فوق المية لحد ما بتوصل لكهف، وبتسمع صوت قوة الطبيعة الخمسة، فبتفهم إن الكهف ده هو مصدر الصوت اللي بتدور عليه. وبتدخل إلسا الكهف وبتكتشف إن العنصر الخامس هو التلج، وإن هو أقوى قوة في القوى السحرية، وإن هي اللي بتربط بينهم كلهم. وبتتفاجئ كمان إن الصوت اللي كانت بتسمعه هو صوت والدتها، وبعدها بتشوف كل ذكريات طفولتها اللطيفة وذكريات الحب مع باباها ومامتها، لكن بتتفاجئ لما بتشوف ذكريات جدها الملك اللي بنى السد لشعب الغابة المسحورة. وبتكتشف إن جدها هو السبب في الحرب بين الشعبين، لأنه كان قلقان من إن شعب الغابة يستخدم السحر وإن قوتهم تبقى أكبر من قوته، ووقتها بنى السد عشان يحصر كل المية في مكان واحد بحيث ما تستفادش الغابة بالمية. وبتدور إلسا أكتر وراء ذكريات جدها علشان تعرف أكتر عن الماضي، وبتنزل لقبو مظلم، وبعدها فجأة بتبدأ إلسا تتجمد بالكامل لأن القبو بيستنزف كل طاقتها. لكن قبل ما بتتجمد تماما بتستخدم سحرها وبتبعت لأختها نور في ذكرياتها وكل اللي هي اكتشفته وقتها. وبتكون آنا وأولاف في كهف غريب، وبتعرف عن طريق النور إن جدها كان بيحاول يقتل قائد شعب الغابة، وبتفهم إن السد اللي جدها بناه كان بيدمر الغابة وكل الكائنات. فبتقرر آنا إنها تدمر السد ده